انا كنت زيك كده كل يوم بدخل على يوتيوب علشان اشوف الفيديوهات اللي ازاي اقدر من خلالها اكسب فلوس من الانترنت. ازاي تكسب من بيع صور، ازاي تكسب من البرنت اون ديماند، ازاي تكسب من الدروب شيبينج حرام يعني، وازاي تكسب من الافيليت ماركتنج. فكنت بشوف الفيديوهات دي واقول الله دي حاجة حلوة جدا، ولكن الفيديوهات دي فيها مجهود كبير. يا اما هتعلم ازاي اعمل تصميم الجرافيك وبعدين ابيعها اونلاين، سواء لو كان بيع صور او برنت اون ديماند. البرنت اون ديماند دي اللي هي الطباعة على حسب الطلب. فكان مطلوب مني اني اتعلم مهارة التصميم الجرافيك، ودي بصراحة بتاخد وقت شوية مش كبير، ولكن خدت مني وقت واتعلمتها بالفعل. النهاردة انا هجيب لك حاجة لو انت مش متعلم حاجة خالص هتعرف تجيب فلوس. لو انت ما بتفكرش هتعرف تجيب فلوس. لو انت يعني عايز اقول لك ايه، انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه هتجيب فلوس. هخليك تجيب فلوس يعني هتجيب فلوس. فخليك متابع معايا الفيديو للنهايه علشان هخليك تجيب فلوس وتكسب اول دولار من الانترنت. فيلا بينا وتابع الفيديو للنهايه. طيب بص يا معلم كده، انا هخليك في الفيديو ده لو انت ما بتكسبش اي سنت من انترنت هخليك تكسب فلوس. بس اهم حاجه لازم يكون معاك انترنت ويكون معاك كمبيوتر. تمام، كمبيوتر كويس. تمام، يعني ما تجيبش كمبيوتر اي كلام، علشان في برنامج معين هنشغله في الكمبيوتر، والبرنامج ده يتطلب مواصفات معينه. والبرنامج ده انا كنت نزلت فيديو عن ازاي تسطب البرنامج، وهسيب لك اللينك في البايو او هسيبه لك في الديسكريبشن تحت. اسمع الفيديو عشان تعمل انستول او تسطيب يعني للبرنامج اللي هيشغل لك البرامج اللي هتعرف تكسب منها اونلاين. باختصار شديد، البرنامج اللي بتتكلم عنه ده عبارة عن ايه؟ بص، هو برنامج بتقدر من خلاله تدخل على اي بروفايل في فري بيك او ادوب ستوك. تمام، والبروفايلات دي بتاخد اللينك بتاع الكونتريبيوتور او المساهم، ومن خلال اللينك بتاع المساهم بتحط اللينك ده في البرنامج اللي معمول، اللي انا عامله واللي هديهولك ان شاء الله. وبعدين اللينك ده اول ما بتحطه بيسحب كل اسماء الصور اللي موجودة عند المساهم او الكونتريبيوتور. تمام، طيب بعد ما سحب الاسماء دي هيحطها فين؟ هيحطها في ملف اكسل. تمام، بعد ما حطها في ملف اكسل انت تقدر تستخدم البرومبتات دي وتعمل منها صور. طب ازاي؟ هل هاخد كوبي بيست واحطها في برنامج او موقع يعمل لي صور؟ لا، انت مش هتعمل اي حاجه، في برنامج تاني هيعمل الحاجه دي. انت زي ما قلت لك انت مش هتعمل حاجه. البرنامج الاولاني خد لك البرومبتات من مواقع فري بيك او ادوب ستوك، تمام، حطها في ملف اكسل. انت هتاخد ملف الاكسل ده وهتحطه في فولدر عندك، او هو هيكون اوريدي محطوط في فولدر. وبعدين البرنامج التاني هتفتحه وتشغله بس. البرنامج التاني وظيفته ايه؟ البرنامج التاني بياخد الملفات او البرومبتات اللي موجودة في ملف الاكسل، وبعدين بياخدها كوبي، بياخد الخلية كوبي ويحطها فين؟ يحطها في الموقع اسمه جيميناي. بعد ما يحطها في موقع اسمه جيميناي بيعمل ايه؟ طبعا جيميناي احنا كلنا عارفينه، ده موقع ذكاء اصطناعي تقدر تعمل من خلاله صور بالذكاء الاصطناعي. في ناس ممكن تقول لي في الكومنتات لا دي ما بتعملش صور ذكاء اصطناعي. لا، هقول لك انه بيعمل صور ذكاء اصطناعي. انت بس البرومبت بتاعك بتكتب قبلها درو وهو بيعمل لك الصورة من خلال الذكاء الاصطناعي. البرنامج بتاعنا زي ما قلنا بياخد الخلية كوبي، تمام، من ملف الاكسل وبيحطها في موقع جيميناي. وبعد ما بيحطها في موقع جيميناي بيدوس انتر، بعدين بيعمل لي الموقع الصورة وبعدين بيحملها البرنامج. وبعد ما بيحملها بتكون موجودة عندك في الفولدر الخاص بالداونلود. طيب عملت ال100 صورة اللي هو بيديهم لك يوميا موقع جيميناي، هتعمل بيهم ايه؟ ال100 صورة دول هنعمل لهم اب سكيل بطريقة اوتوماتيك على الفوتوشوب. وبعد ما بنعمل اب سكيل على الفوتوشوب بنرفع الصور على موقع ادوبي ستوك. وبعدين لو انت معاك اكونت قديم في فريبك ترفع الصور برضو على فريبك. انا ليه بقول قديم؟ عشان فريبك حاليا ما بيقبل، مش بيقبل اكونتات جديدة، تمام، او صعب جدا لما بيقبل حساب جديد. فخلينا نرفع في موقع ادوبي ستوك. هترفع الصور في موقع ادوبي ستوك، هتعمل لها بس سبميت وانتظر الفلوس ان شاء الله هتجيلك
وهقول لك برضو ارباحي من موقع ادوبي ستوك. فيلا بينا نشوف الارباح. انا دلوقتي هفتح موقع ادوبي ستوك. فبص انا ارباحي السنه دي، بس احنا في شهر 4 خلاص، خلصنا شهر 4 السنه دي، بس 87 دولار. تمام. طيب اللايف يير انا تقريبا شغال من شهر 11 تقريبا، لو ركزت في الموقع شهر 11 اللي فات كان 138 دولار باجمالي تحميلات 209 داونلود. طيب طب الارباح دي فعلا سحبتها؟ سحبتها. باي اوت هيستوري، كان اول حاجه سحبتها كان في 30 نوفمبر 2023. دي يعتبر انا ما كنتش مركز في الموقع، وضفت صور صغيره جدا. تمام. فما كنتش مركز خالص في الموقع. وبعدين شهر سبتمبر 2024 بعدها بسنه تقريبا سحبت تاني، وبرضو ما كنتش مركز في الموقع. بدأت التركيز في الموقع من شهر 11 اللي فات، 11 2024. وبدأت ارفع صور، وايه كل شهر كان بيجي لي حوالي 25 دولار. تمام. كل شهر، ادي شهر ديسمبر، شهر يناير، وبعدين شهر مارس. تمام. كل شهر بسحب، وهنا شهر ابريل برضو سحبت. فكان تقريبا كل شهر بسحب فلوس. و25 دولار، وممكن تزيد عن كده. انا لو ضفت صور كتيرة هتزيد عن كده. طيب انا اصلا كام صورة عندي في الموقع؟ 1900 صورة بس. 1900 صورة بس. متخيل 1900 صورة بس؟ يعني انا لو رفعت 20,000 صورة او 30,000 صورة هتلاقي الارباح دي في حتة تانية. صدقني هتلاقي الارباح في حتة تانية. فالبرامج اللي هديها لك دي هتسهل عليك جدا. يعني انا كنت بعمل الحاجات دي اصلا يدوي. يعني انا ايه اللي خلاني الجا اني اعمل برامج؟ اللي خلاني الجا اني اعمل برامج، لقيت الموضوع بياخد مني وقت جدا ومجهود، وانا شايفه برضه تضييع وقت. انا مش بستفاد بحاجه، انا يا دوبك انا باخد الحاجه كوبي، اعملها بيست واحطها في موقع. فاهم فين الاستفاده في الوقت؟ انا ما بستفادش بحاجه. فقلت لا، انا ممكن اخلي الكمبيوتر يشتغل مكاني، وانا استغل وقتي في حاجه تاني. وفي نفس الوقت دي الحاجه دي تجيب فلوس. فعشان كده عملت البرامج دي. برنامجين. البرنامج الاول زي ما قلت لك بيسحب برومبتات، والبرنامج التاني بيكريت الصور. في عرض ليهم 25% خصم، وان شاء الله الخصم ده موجود لحد مدة شهر. يعني النهاردة 30/4 هيخلص 30/5. فلو حابب تكسب فلوس من غير ما تضيع وقت، وتكسب فلوس وانت نايم، كلمني عشان تاخد البرنامجين. وصدقني صدقني صدقني مش هتندم، وهتعرف تعوض الفلوس اللي انت دفعتها في البرنامجين. فلو مهتم ابعت لي دلوقتي وهبعت لك البرامج. وما تخليش الفيديو ده يعدي عليك كفكرة وخلاص، خليه اول خطوة حقيقية تبدأ فيها مشروع اونلاين وانت شغال في بيتك. ما تنساش بس تدعمنا بلايك وكومنت عشان ده بيعلي ريتش الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.